واي حد بقى يطلع في التلفزيون يقول لكم ان النهارده اداء الاهلي كان فخرا وفخر بتاع فخر ان هو متواجد في الحدث، وفخر ان هو ظهر بشكل منظم، وفخر ان الصحافه الاجنبيه قبل المباراه تتكلم بشكل ايجابي وتسرد تاريخ الاهلي، وكل الكلام ده كله فخر طبعا، فخر لاي اهلاوي. ومنظر الاهلي زي ما انا قلت لكم قبل كده في الماتشين اللي فاتوا منظر مشرف جدا بالنسبه لكل المصريين ولكل العرب وكل الفرق الافريقيه، لان الاهلي يعني هنا بيمثلنا كلنا. ولكن الاداء والشجاعه بتاعت اللعيبه وايمان اللعيبه بنفسهم وثقتهم في نفسهم صفر. صفر. مفيش اي اللعيبه ما عندهاش ثقه في نفسها قدام خصم قوي، عندها ثقه في نفسها وهي بتلاعب بعض الخصوم اقل منهم مستوى، وده طبيعي. انما لما تلاعب لعيب او فرقه اعلى منك وتلعب ما يبقاش عندك ثقه في نفسك، يبقى انا يعني ما ببالغش لما بقول يا خساره، يا خساره. طبعا في ناس كتير ممكن اللي بيتفرجوا علينا هيقول لك ميدو بيتكلم طب ما هو الزمالك فين وكذا وبتاع. لا، يعني الموضوع ملوش علاقه بزمالك واهلي، الموضوع ليه علاقه بحدث انا شغلتي او مباراه انا شغلتي ان انا اقول لكم رايي فيها. ده رايي في الماتش بكل صراحه، ده رايي الفني في الماتش بكل صراحه، ان لعيبه الاهلي النهارده ما لعبتش، ما كانش عندها ثقه في نفسها. في لعيبه كتيره جدا في الملعب كانت بتستخبى وفرقه الاهلي معاها الكوره ملتزمه وهم معهمش الكوره، اوكي ده كويس، لكن وانت معاك الكوره بتعمل ايه؟ بالذات لعيبه نص الملعب المهاجمين والمهاجمين بتعمل ايه؟ في تسرع كبير. ما التسرع ده جاي من ايه؟ التسرع ده جاي ان اللعيب ما عندوش ثقه في نفسه ان هو يقف على الكوره ويبص وياخد القرار الصح. هشوط، هرفع، هعدي، هستلم، هقف على الكوره، هاخد فاول. مفيش. ولكن ممكن يكون التعويض بالنسبه للجمهور، ان انت تعوض الجمهور ان انت الماتش الجاي تنزل تكسب فلامينجو، تكسب وتلعب ماتش كبير. ده التعويض. فلعيبه الاهلي النهارده خسرت الرهان الاولاني، لكن عندها رهان تاني امام فلامينجو. لو الاهلي كسب فلامينجو يوم السبت، لو الاهلي كسب فلامينجو يوم السبت ولعب ماتش كبير، تبقى بطوله ناجحه، بطوله ناجحه للعيبه وللمدرب. لو الاهلي عمل ماتش زي ماتش النهارده امام فلامينجو ورجع مصر، يبقى اللعيبه والفريق ما اداش المطلوب منه حتى قدام الجمهور من خلال مشاركته في بطوله كاس العالم للانديه.